السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال الصف السادس الابتدائي، دكاترة المستقبل إن شاء الله. نبدأ مع بعض الدرس الرابع وهو الحصول على الطاقة. يعني إيه هضم يا مستر محمد؟ طبعا قلنا الهضم هو تحويل الغذاء من صورة معقدة إلى صورة بسيطة يستفيد منها الجسم. بعد كده اتكلمنا عن الجهاز الهضمي وقلنا بيتركب من فم، بلعوم، مريء، معدة، أمعاء دقيقة، أمعاء غليظة، فتحة الشرج. قدرنا نتكلم عن مراحل عملية الهضم وبتبدأ من الفم، وعرفنا يعني ايه غدد لعابية، عرفنا يعني ايه بلعوم، عرفنا يعني ايه مريء، عرفنا المعدة، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة، وكل جزء منه وإيه أهميته. عرفنا ازاي بيتم نقل العناصر الغذائية داخل جسم الكائن الحي. قلنا من خلال الأمعاء الدقيقة في عملية تسمى الامتصاص. طبعا بيطلع من الجهاز الهضمي من خلال فتحات تسمى الخملات. المرة اللي فاتت زميلتنا بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيها جاوبتها صح تمام، لأن كنت قلتها لكم قبل كده. وطبعا كونها انها تكون فاكراها فدي حاجة جميلة جدا ولازم نشجعها. طبعا حصلت على جائزة. تمام. طب صورة تخزين العناصر الغذائية داخل الجسم يبقى في صورة سكر جلوكوز. طبعا قلنا بطريقة جميلة جدا إن سكر الجلوكوز ده لو زيادة يخزن في الكبد والعضلات على هيئة أو في صورة جليكوجين. طبعا عرفنا إن الهرمون الأنسولين بيقوم بدور مهم. هبعت لك فيديو آخر تمام عشان نفهم فيه الجزئية دي تاني. اتكلمنا عن جهاز الإخراج، قلنا في فرق بين الإخراج وجهاز الإخراج والمواد الإخراجية. وعرفنا من مكونات الجهاز الإخراجي الجهاز البولي، الجلد، التنفس. وعرفنا إن الجهاز الهضمي، والمعلومة دي كانت غريبة لكتير من الطلبة، إن الجهاز الهضمي ليس له دور في عملية الإخراج. أمال يا مستر البراز ده؟ قلنا البراز لا يعتبر من المواد الإخراجية لأنه مواد غذائية غير مهضومة. اتكلمنا عن مكونات الجهاز البولي وقلنا يتركب الجهاز البولي من كليتين، حالبين، مثانة بولية، قناة بولية. وعرفنا وظيفة كل جزء، وإن أهم حاجة في الجهاز البولي هو الكلية، إنها مسؤولة عن تنظيف وتنقية الدم باستمرار ليصل إلى 300 مرة في اليوم. بعد كده بينتقل عن طريق الحالب اللي هي الفضلات دهيت اللي هو البول. وبعد كده بيخزن في المثانة البولية لحين طرده للخارج. بعد كده القناة البولية ده مجرى تفريغ البول خارج الجسم. عرفنا إن عمل الجهاز البولي أو اللي هي الكلية تحديدا دي العضو الرئيسي، بنتكلم إن بيجي لها الدم من خلال شريان كبير. طبعا الدم ده يا جماعة بيبقى يعتبر دم ملوث أو بيحتوي على البول اللي هي حاجة اسمها البولينا وحمض البوليك. تمام. طب إيه اللي بيحصل يا مستر، أو اللي بمعنى أصح اليوريا، أو بمعنى أدق اللي هي بتبقى اسمها فضلات البروتينات. البروتين اللي أنا أكلته لما بيتكسر جوه الجسم فبيسيب فضلات. الفضلات دي بقى بتروح فين يا دكتور؟ برافو عليك، بيتخلص منها الجسم على هيئة اللي هي الايه؟ اليوريا، اللي هي بتنزل مع البول. تمام كده؟ تمام. طيب الكلية هنا بتقوم بعمل ايه؟ عملية ترشيح يا حبايبي. فاكر التجربة اللي احنا قلنا نجيب مية ورملة ونعدي ونحطها في ازازة، وكان اللي بالازازة بس نخلي على فوهة الازازة قطن، كان اللي بيحصل بيتساقط الماء النقي فقط. اما الرمل كان بيفضل محبوس جوه مين يا شطار؟ برافو عليك، جوه القطن. فبنفس هذه الكيفية اللي هيعدي بقى هنا مين يا ابطال؟ المية النقية. اما البول هو ده اللي هينزل يروح للحالب يتجمع في المثانة البولية. بعد كده يا أبطال، طب مين بقى اللي بتقوم بدور عملية الترشيح دي؟ اسمها النفرونات، وهي وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم. طبعا عرفنا اليوريا تتكون من استهلاك البروتينات. في فرق بين كلمة التبول والبول. التبول هو عملية طرد البول خارج الجسم، أما البول ده السائل اللي بتستخلصه الكليتان بيحتوي على مواد ضارة. طب يا مستر محمد، انت دلوقتي بتقول معلومة جميلة، الدم جاي نازل للكلية،
الدم ده بيبقى فيه طبعا خلايا الدم، حاجة إن شاء الله هنعرفها، كرات دم حمراء، كرات دم بيضاء، في حاجة اسمها البروتينات. تمام كده؟ تمام يا مصر. ليه خلايا الدم أو ليه خلايا الدم والبروتينات ما بتمرش عبر المرشحات دي، بياخد اليوريا بس؟ سؤال جميل. عشان حجمها إيه يا شطار؟ كبير، وتظل داخل الجسم. تمام. أنت دلوقتي القطن ده أنا جايب رمل مش هيعدي. تمام. طيب هنا بقى دي بيبقى حجمها أكبر بزيادة. طيب نبدأ في حل أسئلة المفهوم. وبيقول لي السؤال الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، صح وخطأ. تعمل أجهزة الجسم المختلفة بشكل منفصل. طبعا المعلومة دي معانا من الحصة اللي فاتت قلنا غلط. يجمع جهاز الإخراجي الفضلات التي تنتجها الخلايا ويطردها للخارج، صح. تتحرك الأسنان بفعل عضلات الفك، صح. تعمل الرئة على تنقية الدم، طبعا لا. لمين ده؟ للكلية. يشارك الجهاز الهضمي، طبعا لا. الجهاز الهضمي احنا قلنا ليس من الايه، لها دور في عملية الإخراج. يمكن للكبد والعضلات تخزين السكر الجلوكوز وتحويله إلى مادة أخرى تسمى جليكوجين، طبعا صح. تفرز المعدة حمضا وانزيمات تساعده في هضمه وتفكيك، صح. الكلية العضو الرئيسي، صح. على فكرة كل الكلام ده أنا في الشرح قلته، يعني أنت لو سمحت الشرح 5 دقايق 4 دقايق هتقدر تحل على أسئلة الدرس. تمام. العلوم جميل قوي والله لو أنت تركز معانا. طيب اختر الإجابة الصحيحة، لأن الدرس بيتعاد لك كذا مرة في الحصة، وبنعيد كتير وزميلك يطلع يشرح. إيه كمان يا مستر؟ هنا معايا في الفيديو بعمل مراجعة سريعة وبعد كده بنحل، والحصة الجاية في بدايتها برضو بنراجع سريع. بيقول لي يتم امتصاص العناصر الغذائية عن طريق الشعيرات الدموية الموجودة في جدار، طبعا يا حبايبي جدار الأمعاء الدقيقة، اللي هي بتمر عن طريق مين يا حبايبي؟ اسمها الخملات. ودي معلومة جميلة قوي. يتم تحويل الطعام المعقد إلى المواد بسيطة خلال عمليات طبعا الهضم. الوحدات المجهرية التي تعمل على ترشيح الدم داخل الكليتين، طبعا النفرونات. العضو المسؤول عن تنقية الدم باستمرار من الفضلات، طبعا هي الكلية. يسمى الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة، طبعا برافو عليك المستقيم. يفرز البنكرياس طبعا نقط لتفكيك الطعام في الأمعاء. طبعا هو البنكرياس بيفرز انزيمات وهرمونات، ولكن لتفكيك الطعام يبقى انزيمات. أما علشان يخفض نسبة السكر يبقى بيفرز هرمون الأنسولين، ودي هنعرفها في الحصة القادمة إن شاء الله. يتم امتصاص العناصر الغذائية عن طريق الشعيرات الدموية الموجودة في جدار الأمعاء الدقيقة. تدفع العضلات الطعام إلى المريء باتجاه، طبعا من العضلات من المريء يروح للمعدة. مضغ الطعام يساعد على تفتيت نقط. مضغ الطعام يساعد على تفتيت نقط وزيادة مساحة السطح، صح. بيقول لي المصطلح العلمي سائل يفرز في الفم ويساعد على هضم الطعام، طبعا يبقى اسمه يا حبايبي اللعاب. وحدات مجهرية داخل الكلى تعمل على ترشيح، طبعا دي مين؟ النفرونات. الجهاز الهضمي أهميته تحويل الطعام من صورة معقدة إلى صورة بسيطة يستفيد منها الجسم. المثانة تخزن البول حتى وقت إخراجه أو لحين تفريغه. الأمعاء الغليظة امتصاص الماء وتكوين الفضلات الصلبة اللي هي تطرد من فتحة الشرج وتسمى البراز. اسم الجهاز طبعا الجهاز البولي. يقول لي اكتب البيانات. واحد هتبقى اسمها كلية، لو أنا طالب عبقري بقى هقول كلية يسرى. طب ده حالب أيسر. خد بالك الأيسر والأيمن، ده الجانب الأيمن عشان لازم نفهم الكلام ده يا جماعة، ده الجانب الأيسر. طب ازاي يا مصر؟ عكس ما انت او عكس ما انت شايف الكتاب. يعني انت دلوقتي ايدك اليمين اللي بتكتب، يبقى اللي في وشك ده على طول الجانب الايسر. كأن بالظبط كده كأنك بتسلم على واحد صاحبك. وانت لما تيجي تسلم على واحد صاحبك، لما انت بتيجي بتسلم بيدك اليمين، اليمين بتاعه بيكون زيك ولا عكسك؟ عكسك طبعا. وكذلك الجانب الايسر. يبقى ده حل ايسر. دي طبعا المثانة البولية. يبقى انا عندي رقم واحد كلية يسر، 2 حالب أيسر، 3 المثانة البولية. لو أنت مش عارف تحدد، أنا ما طلبتش منك الجانب أيسر ولا يمين، بس أنت طبعا بتبين لي وأنت بتحل اللي أنت طالب فاهم، طالب عبقري.
بيقول لي اذكر وظيفة العضو المشار إليه. واحد، الكلي تعمل إيه؟ يبقى تنقية الدم باستمرار من الفضلات. يا مستر الأسئلة خلصت؟ انتظر معايا الدرس اللي جاي. طبعا نهاية المفهوم، تخلص من الفضلات، هنعرف إيه دور بقى الأنسولين، هنعرف تجربة جميلة قوي. تمام. هنعرف أيضا يا حبايبي تكنولوجيا علاجات مرض السكر. طبعا احنا عندنا جهاز اسمه قياس السكر، وعندنا مضخة الأنسولين دي، عندنا وصلنا لحاجة اسمها البنكرياس الصناعي. المهم حصة جميلة جدا جدا جدا. الحصة الجاية إن شاء الله اللي هي يوم الجمعة احنا هنتكلم فيها عن حاجتين. ايه هما؟ هناخد درس، وبعد كده هنحل مع بعض أسئلة عن المفهوم، هنشوف فيديوهات. حصة جميلة. انتظرنا إن شاء الله في حصة يوم الجمعة مع مستر محمد عسل، ومع مادتنا المفضلة العلوم. طبعا العلوم يا شطار هي فاكهة المواد. يلا ربنا يوفقك يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.